زلزال النفط. لماذا خرجت الإمارات من أوبك؟ وهل انتهى عصر التحكم في الأسعار؟ في خبر ممكن يغير أسعار البنزين اللي بتدفعها كل يوم. الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر منتجين نفط في العالم تعلن رسميا خروجها من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك بلس بعد ما يقرب من 60 سنة عضوية. قرار مش عادي، ده قرار ممكن يغير شكل سوق الطاقة العالمي بالكامل، ويمكن كمان يفتح الباب لانهيار نظام كان مسيطر على أسعار النفط لعقود طويلة. لكن السؤال الحقيقي هنا، ليه الإمارات خرجت؟ وإيه اللي هيحصل بعد كده؟ خلينا الأول نفهم بسرعة يعني إيه أوبك. أوبك أو منظمة الدول المصدرة للنفط اتأسست سنة 1960، وكان هدفها بسيط جدا، إن الدول المنتجة للنفط تتفق مع بعض على كمية الإنتاج عشان تتحكم في الأسعار. بمعنى أوضح، لو الإنتاج قل السعر يعلى، لو الإنتاج زاد السعر ينزل. وعلى مدار سنين طويلة أوبك كانت فعلا بتتحكم في السوق، وفي فترات كانت مسؤولة عن أكتر من 50% من إنتاج النفط العالمي. لكن مع الوقت ومع ظهور منتجين جدد زي أمريكا وانتشار النفط الصخري، النسبة دي بدأت تقل وبقت دلوقتي في حدود من 30 ل 40% بس. يعني أوبك لسه مهم. الحقيقة إن القرار ده مش سببه حاجة واحدة، لكن مجموعة أسباب قوية جدا. أول وأهم سبب قيود الإنتاج. الإمارات حاليا بتنتج حوالي 5 مليون برميل يوميا، لكن بسبب اتفاقيات أوبك كانت مجبرة إن هي تنتج حوالي من 3.2 ل 3.4 مليون بس. يعني عندك قدرة إنتاجية ضخمة وفي نفس الوقت مش مسموح لك تستخدمها، وده ببساطة معناه خسارة مليارات الدولارات سنويا. السبب الثاني الاستثمارات الضخمة. الإمارات صرفت أكتر من 150 مليار دولار عشان توسع إنتاجها النفطي، وطبيعي جدا بعد الاستثمار ده كله تكون عايزة حرية كاملة في الإنتاج، مش حد يحدد لها السقف. السبب الثالث وده مهم جدا، الخلافات غير المعلنة مع السعودية. السعودية هي القائد الفعلي لأوبك، وأي قرار كبير بيعدي من خلالها. لكن الإمارات في السنين الأخيرة بقت شايفة نفسها لاعب أكبر، وعايزة استقلال في القرار مش مجرد تابع داخل المنظمة، وده خلق توتر واضح حتى لو مش معلن رسميا. السبب الرابع تغير استراتيجية الإمارات نفسها. الإمارات دلوقتي مش مجرد دولة نفط، دي بقت مركز عالمي في الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، وده خلاها أقل اعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي، وبالتالي عندها مرونة أكبر تاخد قرارات جريئة زي دي. السبب الخامس والأخير التوقيت. القرار جه في وقت حساس جدا، المنطقة فيها توترات، ومضيق هرمز اللي بيمر منه حوالي 20% من تجارة النفط العالمية مهدد في أي لحظة. ففي ظروف زي دي الإمارات محتاجة مرونة في الإنتاج والتصدير مش قيود. طيب إيه تأثير القرار ده على العالم؟ أول حاجة أسعار النفط. لو الإمارات قررت تزود إنتاجها بحرية، ده ممكن يزود المعروض في السوق وبالتالي الأسعار تنزل. بعض التقديرات بتقول إن السعر ممكن ينخفض من 5 ل 10 دولار للبرميل، وده خبر كويس للمستهلكين، لكن مش بالضرورة كويس لكل الدول المنتجة. تاني تأثير مهم هو قوة أوبك نفسها. الإمارات مش أول دولة تخرج، قطر خرجت قبل كده، وأنجولا كمان خرجت في 2024، ودلوقتي الإمارات. وده بيطرح سؤال خطير، هل أوبك بتتفكك؟ الإجابة ببساطة مش دلوقتي، لكن واضح إنها بتضعف. كل دولة بتبدأ تفكر في مصلحتها الفردية بدل الالتزام باتفاق جماعي، وده ممكن يغير شكل السوق من نظام تحكم جماعي لنظام تنافس مفتوح. طيب مين المستفيد؟ في 3 أطراف أساسية. أولا الدول المستهلكة زي أوروبا وآسيا هتستفيد من انخفاض الأسعار. ثانيا الإمارات نفسها لأنها تقدر تنتج وتبيع بحرية. ثالثا شركات النفط العالمية لأن السوق هيبقى أقل قيود. لكن في نفس الوقت في مخاطر، ممكن يحصل فوضى في الأسعار، وممكن المنافسة تزيد بشكل عنيف، وممكن نشوف حرب أسعار بين الدول المنتجة. وفي النهاية خروج الإمارات من أوبك مش مجرد خبر اقتصادي، ده تحول في طريقة إدارة أهم مورد في العالم. زمان كانت مجموعة دول هي اللي بتحدد السعر، دلوقتي كل دولة بدأت تلعب لوحدها. والسؤال الأهم مش ليه الإمارات خرجت، لكن مين الدولة اللي ممكن تكون اللي جاية. لو شايف إن القرار ده ممكن يغير العالم، اكتب رأيك في الكومنت وقولي، هل دي بداية نهاية أوبك؟